حالة حزن كبيرة على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان سلمى نبيل الشابة اللي لسه عندها 28 سنة دخلت تولد طفلها التاني ما خرجتش فيها الروح. اللي حصل جوه أوضة العمليات كان صادم، وبشهادة طبيب أطفال كان موجود ضمن طاقم الأطباء اللي مع الحالة. فتعالوا معايا أعرفكم الحكاية اللي هزت السوشيال ميديا. سلمى نبيل كانت حامل وعندها نقص في الهيموجلوبين، يعني عندها أنيميا، وقبل الولادة ب10 أيام جوزها حجزها في مستشفى وعلقوا لها وقتها 4 أكياس دم لحد ما الهيموجلوبين عندها رفع وبقى 10% عشان تقدر تدخل العمليات وتولد. امبارح دخلت مستشفى خاصة عشان تولد مع الطبيب اللي كانت بتتابع معاه طول الحمل، ولبست فستان جديد وزينت الأوضة وخدت كام صورة ذكرى وكأنها كانت بتودع كل اللي حواليها. دخلت سلمى العمليات تولد، وبعد ما تم استخراج الجنين والطبيب اداهولها تشوفه حصل التحول المفاجئ في ثواني. فجأة اشتكت من قلبها، قالت مش قادرة تاخد نفسها، وبعدين القلب توقف، وبعدين اكتشف ان الطحال بينزف وطلبوا أكياس دم وصفائح، وحاولوا انهم يعملوا إفاقة ليها أكتر من مرة لحد ما ماتت منهم. سلمى فضلت 4 ساعات في العمليات وخرجت وهي جثة ما زالت بتنزف، وأهلها حرروا محضر في اسم الشرطة وقالوا إن الطبيب هرب من المستشفى وتم عرض 1,000,000 جنيه عليهم كتعويض، لكنهم رفضوا. أختها بتحكي التفاصيل دي وقلبها موجوع على أختها، وبتقول كان نفسي أختها تشوف مولودها وكمان تجيب لابنها أخ وتفرح بيهم. منه لله الدكتور شال الطحال بتاعها من غير ما يقول لنا. دخلت زي الفل وخرجت جثة بتنزف. الدكتور اسمه محمد المتولي البسيوني قال شهادة أتحاسب عليها قدام ربنا. أنا طبيب أطفال كنت موجود مع الحالة أثناء الولادة، وبعد ما ولدت وحضنت ابنها اشتكت بضيق التنفس، بعدها على طول توقفت عضلة القلب. بدأ طبيب التخدير بعمل إنعاش وانضم ليه أطباء العناية، واستجاب القلب في حدود 5 دقايق، وبعدين تم استئناف الجراحة، وبعد نهايتها الأمر اتكرر تاني وتم عمل إنعاش تاني للقلب. مفاجأة هنا كانت حسب الطبيب إن الفريق الطبي لاحظ خروج دم من الدرنقة، وتم عمل سونار واكتشفوا إن الدم مصدره الطحال، وتم استدعاء استشاري الجراحة اللي قال لازم يتم استئصال الطحال. الدكتور قال كمان إن بعد انتهاء الجراحة ونقل الدم والمحاليل توقفت عضلة القلب، وده كان للمرة الثالثة، ولم تستجب عمليات الإنعاش، وماتت سلمى رحمها الله وأسكنها فسيح جنته.